نتحرك بنفسنا علشان نروح نشوف ونطمن على فلوسكم وجودة الفسيلة اللي هتتحط في أرضكم. أهلا وسهلا بيكم من أرض المملكة العربية السعودية. إحنا كبشاير سيوة جايين علشان نشوف تكنولوجيا النخيل في المملكة العربية السعودية. معروف إن السعودية سبقانا وسبق العالم كله تقريبا في الإنتاج، لأن هي بتارجت جزء من دخلها القومي من التمور. فاحنا طبعا جايين علشان نشوف جوده التمور، جوده المجدول زي ما انتم شايفينه دلوقتي ورانا في مزارع احد مزارع المملكه العربيه السعوديه. جايين طبعا جزء من شغلنا ان احنا في فسائل هنتعاقد عليها من قلب المزرعه ديت، وهنوريكم جوده الام وجوده الفسائل ما شاء الله. ان احنا في بشاير سيوه عشان تخلع نخله لازم تيجي تطمن على امها من حيث الجوده والانتاجيه والطفرات والشغل. ما شاء الله لسه كنا بندوق دلوقتي مجدول من احلى المجدول اللي احنا شفناه قبل كده موجود هنا في ارض المملكه العربيه السعوديه. طبعا احنا مش هنيجي لوحدنا، فاحنا لازم اهل الخبره يبقوا موجودين معانا. احكي لنا يا باشمهندس بعد اذنك، احنا طبعا كنا دلوقتي بنشوف نخل تمر، حاجه حلوه قوي في الجامعه الاخيره في دي الجامعه الاخيره اللي حضرتك شفتها. احنا طمنا على الفسيله هنا ما شاء الله. وقول لنا نوعيه الميه والتربه وطمنا على الفسيله. يعني على الوضع اللي حضرتك شايفه ده، نوعيه التربه عندنا زي ما حضرتك شايف في الارض كتير املاح، والميه نفسها ملوحتها عاليه، وما شاء الله مع الوضع ده وجايبه انتاج حلو قوي. انتاج ما شاء الله تبارك الله. الميه كام تقريبا؟ الميه عندنا 1800 والتربه صخريه. والتربه صخريه وكمان ملحه زياده. ملحه يعني زياده. شوف، يعني لو لاحظت هتلاقي الاملاح على وش الارض كلها يعني. ايوه تمام. بتبان اكتر كمان مع المطره ومع الري وكده يعني. خلي بالكم النخل ده هيتزرع عندنا في سيوه، تربه رمليه خفيفه طبعا، وميه 400 500 يعني تماما هيبقى رايح لحاجه يعني. معنى كده ان دي حاجه متاسيه هتيجي عندنا. متاسيه دي هنا يعني عندك هتبقى لو هنا 80% عندك 120% كمان يعني. جوده التمره وجوده الفسيله يا باشمهندس ما شاء الله زي ما شفت حضرتك. يمكن هات لنا حاجه كده عينات من اللي انتوا جامعينها يا عرابي. ما شاء الله تبارك الله. تعالى نكمل جوله فيه. يعني ما شاء الله المنظر حلو قوي، يعني شكل النخل وشكل دي يعتبر رقم 3، دي الجامعه رقم 4 ديت، يعني دي في نهايات الجامعه عندنا. طبعا الجامعه الاولى والثانيه والثالثه كانت ما شاء الله تبارك الله احسن من كده كتير كمان يعني. ما شاء الله جوده دي نهايه يعتبر نهايه الجامعه عندنا ديت. ما شاء الله. فاهو يعني ده مجدول السعوديه. ده لسه الشباب كانوا بيجمعوا فيه دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. ويعتبر دي النهايات كمان يعني، مش ما شاء الله. لكن البدايات طبعا كانت حاجه ثانيه خالص يعني. كانت يعتبر قد كده مره ونص بتاعتها حلوه قوي كمان يعني. ما شاء الله. ده والحجم برضه ما شاء الله يعني. حجم ما شاء الله. لا، في حاجه كمان انت واخد بالك ان ما شاء الله